لا تصورني يا أخي الحبيب، والله إني لأعتقد حرمة التصوير ولا أحبه لمن أحب. باب ما جاء في المصورين قرأناه في كتاب التوحيد. فالتصوير لا يجوز معشر الأحبة، وهذا من أول ما يجب علينا جميعا أن نستقيم فيه على أمر ربنا. فلذلك فادعوا، أنا أدعو وأنتم تدعونني، واستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فالاستقامة على أمر الله توجب منا وعلينا هذا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولا يغرننا كثرة الهالكين فنقلدهم في الهلاك. التصوير أحبتي من الكبائر. نحن نعرف لعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر وآكل الربا، وأيضا في الوقت نفسه المصور أخذ نصيبا. فلا تتهاونوا به أحبتي، لا تتهاونوا به، أمره كبير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصور. والآن ولو احتالوا علينا بكثير من الحيل، لكن الحق حق. قالوا ما هو صورة، هذا حبس ظل. أنا أسألكم بالله، لما تذهب للمصور تبغى 4 في 6 لابنك في المدرسة، تقول له احبس ظله؟ ها أجيبوني، تقول له صور ولا تقول له احبس ظله؟ أسألكم. طيب الاستديو الفلاني لحبس الظل ولا للتصوير؟ فهو تصوير لغة وشرعا وعرفا وكل شيء، فاجتمعت فيه الحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية كلها على أنه تصوير. فهو أحبتي من الكبائر. نحن من الله علينا هنا في هذه البلاد خاصة، والناس لنا تبع من أراد الله له الخير، بهذه الدعوة المباركة، دعوة الإمام محمد عبد الوهاب، وأصلها التوحيد. وأعظم كتاب كتب فيها ومنه انطلقنا كتاب التوحيد. وفي كتاب التوحيد باب ما جاء في المصورين. فلا نتنكر.